أحد الأيام بينما كانت والدتنا تغادر المنزل أخبرتنا بعدم فتح الباب تحت أي ظرف من الظروف. إذا طرق أحدهم الباب لا تجيبوا، قالت بصرامة، لكن أختي وأنا لم نأخذ تحذيرها على محمل الجد. كنا نظن أنها كانت حذرة للغاية، كنا نظن أننا نستطيع التعامل مع أي موقف. بعد حوالي ساعة من مغادرة والدينا سمعنا طرقا على الباب الأمامي. قررنا تجاهله، لكننا سمعنا الطرق مرة أخرى. كان يحدث مرارا وتكرارا ويزداد صوت الطرق في كل مرة. في النهاية لم تستطع أختي تحمله أكثر وأخبرتني أنها ستفتح الباب. ذكرتها بتحذير والدتنا لكنها لم تستمع. مرة أخرى سمعنا الطرق على الباب. أخيرا نزلت أختي إلى الطابق السفلي. كنت مستلقيا على الأريكة أشاهد التلفاز. سمعت خطواتها على السلم، سمعتها تسأل بصوت عال: من هناك؟ سمعتها تفتح قفل الباب الأمامي، ثم سمعت صمتا تاما. بقيت هناك لفترة أستمع لأي صوت، لكن لم أسمع شيئا. في النهاية بدأت أشعر بالخوف. لم تعد أختي بعد. كنت خائفا جدا من أن أناديها، لذا تسللت من الباب الخلفي وذهبت إلى منزل جيراننا. عندما دخلت كان جاري يشاهد الأخبار المحلية. كان المذيع يتحدث عن عملية سطو، ثم أظهر مراسلا على الهواء مباشرة من موقع الحدث. قال الجار لي: يا هذا يبدو كمنزلك. كنت أرتجف من الخوف. هذا هو منزلي، قلت، وهذا هو بابي الأمامي. بينما كنت أنظر إلى التلفاز رأيت ضباط الشرطة محيطين بمنزلي. كانت الكاميرا تقترب ورأيت شيئا جعل دمي يتجمد. هناك على الشرفة الأمامية كانت أختي مستلقية بلا حراكة، وكان المسعفون يحاولون إنعاشها. ثم أظهروا مراسلا مباشرا من موقع الحادث. تم العثور على فتاة صغيرة فاقدة الوعي في الموقع. تعتقد السلطات أنها تعرضت لهجوم بعد أن فتحت الباب لمعتدي مجهول. تحث السلطات الجميع في المنطقة على البقاء داخل منازلهم وإغلاق أبوابهم. انكسر قلبي عندما أدركت ما حدث. فتحت أختي الباب على الرغم من تحذير والدتنا، والآن أصيبت بسبب ذلك. كنت أتمنى لو أنها ستكون بخير. شعرت بموجة من الذنب تجتاحني، متمنيا لو أنني أوقفتها عن النزول إلى الطابق السفلي. بقيت مع جاري خائفا جدا من العودة إلى المنزل حتى وصول والدي. لاحقا علمنا الأخبار المحزنة. لم تنج أختي من الهجوم. كانت عائلتنا مدمرة وغمرتني مشاعر الذنب والحزن. منذ ذلك اليوم تعهدت دائما بالاستماع إلى تحذيرات والدتي وأن أكون أكثر حذرا. كانت خسارة أختي درسا قاسيا لن أنساه أبدا.